ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفتم صحة يا رب كده، واشوفكم في احسن حال واتمنى تكونوا مبسوطين وتكونوا بخير. بصوا، زي احنا النهارده طبعا انا هعمل ايه معاكم كده روتين، لان انا من زمان ما عملتش روتين في الشقة كلها. كنت عاملة في الانتريه بس وفي الصالة. ماشي، فانا هعمل معاكم النهارده كده ايه، شوية يعني روتينات كده في الشقة من بعد العيد. ما طبعا ما نفضناش تنفيضة حلوة، ما شلناش الشيلة ديت، ما شلناهاش ولا نفضناها ولا كده. كنا معتمدين طبعا على تنظيفة العيد وكده. هنا بدأت اللي انا ايه اشيل. كان طبعا العيال يعني كانوا بيلعبوا، فكانوا واخدين شولات من دي وكانت في الارض، فانا شلتها كده نفضتها وحطيتها، وبسوي كده الكنبه بتاعت الانتريه. آه وعايزه اقول لكم ان احنا اصلا يعني ايه، تعبنا جامد في رمضان. كنا برضو بنبيض، وكنا كنا بندهن يعني الحيطان وكده، وكنا طبعا تعبنا، عملنا شغل حلو. بصوا تحسوا كده ان في الكاميرا، بص تحس الحاجات الصغيره اللي بتطير ديت برضو اكيد ايه عفره برضو وكده، لازم تنفضي وتمسحي حاجتك اول باول. بقول لكم اللي احنا يعني في رمضان تعبنا برضو في حاجات ياما يعني عملناها. والواحد لما يعني ايه، لما بيتعب في الحاجه بيصعب عليه ان هو ان يعني طول مش يعني مش ايدك في الحاجه بتبوظ منك وكده، فالواحد بيصعب عليه ان انت تتعبي وفي الاخر ما تلاقيش يعني نظافه وكده. فيعني ايه، انا دلوقتي بعمل ايه، بنضف يعني خطوه بخطوه معاكم، اليوم اليوم بطوله، يعني من اول يومي لحد ما اخلص اليوم كله. انا نويت اعمل لكم ايه اليوم من اوله لحد اخره. ماشي. بنبدأ كده في التنظيف، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد ما ننضف وكده. وطبعا اميرة معايا، وانا والله يا جماعة يعني عشان يعني كنت انا معرفاكم ان انا يعني رجلي تعبانة شوية، ف احتمال يعني احتمال ووارد يعني ان انا ممكن ما اكملش انا، ونخلي ايه اميرة هي اللي تكمل. ده لو انا حسيت ان انا تعبانة يعني. عايزه اقول لكم ان احنا بجد بجد والله تعبنا جامد في رمضان، تعبنا جامد جامد يعني. وعملنا، بس احنا عملنا برضو حاجات برضو، النتيجة طلعت حلوة برضو. عملنا شوية توضيبات حلوة، وعملنا برضو في المطبخ. علنا مطبخ الخشب، يعني كان اللي عندي كان صغير مش كبير. التاني كبير شوية، واخد حاجات ياما ولمم حاجات ياما. بيضنا المطبخ، عملنا الحته اللي كانت نازله من السقف ديت. كانت طبعا زي ما قلت لكم كانت هتقع على اي حد بيعمل حاجه، مثلا على البوتاجاز ولا حاجه، كانت ممكن طاسه لبست في وش اي حد، كانت لا قدر الله كان حصل اي حاجه مش كويسه يعني. عملنا شويه حاجات حلوين برضو في رمضان، ويعني وكده انضف واحسن. لمينا كل كراكبنا وحاجتنا اللي كانت موجوده. بصوا اصعب حاجه بجد في اي شقه اللي هو بتبقى مثلا مكركبه ومليانه كراكيب، دي اصعب حاجه. والبيت اللي فيه اطفال لازم بيكون فيه برضو ايه، لعب، حاجات الطفل اي حاجه بيتعلق فيها. تمام، فالحاجات دي كلها لميناها. هتضحكوا برضو لو قلت لكم احنا عملنا ايه. ابو شهد اشترى شكاير كده، والله بجد اشترى لنا شكاير، يعني زي شكارتين كده. ويجي جاي بص عاطل مع بعض، ارمي ارمي ارمي، لم كل حاجة ويلا يا أميرة بصي يلا انت وأمك. أنا مش عايزة أشوف أي حاجة يعني. حتى أنا من الناس اللي هي بتحب تحتفظ في المطبخ مثلا لو عندي علبة حلاوة فضلت، بحب أحتفظ بيها، أحط فيها حاجة كده، حاجة فاضلة، حاجة عايزة أحطها فيها كده. براطيم بتاعت مربى، أو براطيم بتاعت صلصة برضو، يلا يا أميرة عبي وارمي. وبصوا يعني ما خلاش حاجة عندنا اللي احنا مثلا نعرفه يعني. بصي ما خلاش حاجة بجد. وبجد يا جماعة الواحد يعني لما الدنيا بتنضف كده وما بيبقاش في كراكيب او اي حاجة في بيتك كده، بتحس ان انت مرتاحة. عارفة لما انت ما يكونش في عندك حاجات ياما، انت يعني ابسط حاجة يعني بتقومي كده تمسكي الماشية كده تكنسي، مش هتلاقي كراكيب ولا حاجة، هتخلصي بسرعة.
لكن لما يكون في حاجات بتبقي مش عارفه تدفسي فين وتشيلي فين وتحطي فين. وزي ما قلت لكم طول ما البيت فيه اطفال يعني الدنيا بصراحه يعني ربنا يخليهم الاول، وهم طبعا احسن حاجه حصلت في الدنيا، وهم طبعا يعني حبايبنا واغلى حاجه في حياتنا كلها. ولادنا طبعا ربنا يخليهم. بس برضو الطفل بي يعني بيبقى عايز كل حاجة، عنده كل حاجة، عايز يلعب بكل حاجة، مش عايزك ترمي لعبه. تمام. بس كده. فطبعا ايه، انا بوريكم اهوت ايه اللي انا خلصت الانتريه اهوت، وضبته توضيب حلو. زي ما انتوا شايفين والله بجد حسيت انا ما عملتش حاجة اهو، حسيت ان رجلي خلاص يعني. حتى اميرة حست بيا كده، قالت لي يا ماما انا ممكن اكمل عنك؟ قلت لها لا يا اميرة، انا هعمل الصلاة كلها وانت اعملي الاوض. فللاسف يعني برضو ما عرفتش اكمل الصلاة كلها. يعني انا برضو ما عرفتش اكمل الصلاة كلها. وطبعا يا جماعة السن برضو كبر شوية برضو. الاول انا ما كنتش كده برضو يعني، وكانت الصحة كويسة يعني. دلوقتي بقى ايه، كبرت شوية وتخنت ويعني الجسم يعني بقى تقيل والحركة بطيئة. آه يعني مش زي الأول برضه. أنا الأول كنت بعمل كل حاجة، ولو عملت الحاجة 10 مرات في اليوم ما بيهمنيش. بس الحمد لله ربنا يدينا الصحة ونكمل بإذن الله. برضو هنا ايه بوريكم بقى ايه يعني رماس وسيل الصبح احنا بنفطر. برضو بصي فرافيت عيش حاجات من دي اميرة يعني. بجد والله يعني اميرة ديت يعني فعلا اميرة، وهي اميرة يعني ربنا يخليها يا رب. محترمة جدا في شغل البيت، شاطرة. ما بتخلينيش يعني مش عايزة اتكلم يعني، عشان ناس ما عارفة الكلام ده والله. يعني بتساعدني دايما وشهد برضو، وربنا يسعدها وكده برضو بيساعدوني. فأميرة يعني دايما معايا في كل حاجة. فهي يا ماما خليكي وانا هعمل لما رجلي وجعتني. فقلت لها هعمل لك الصالة. فهي دلوقتي ايه يعني بتصورني، وهي برضو مصممة انا هعمل يا ماما مكاني. فكلامها فعلا هو اللي طلع صح. تعبت والله مش عارفة يعني، تعبت على طول يعني من حاجة بسيطة يعني. دوبك عملت الانتريه ونص السجادة دي، نصها بالظبط هكنسها يعني خلاص هفرفر كده يعني معرفتش اكمل. آه بصوا طبعا ايه، رماسة هي رماس دايما عايزة تظهر في الفيديوهات بتاعتي، وانا مش ببقى عايزاه يعني تظهر في الفيديوهات، عشان بتعمل حاجات يعني كده ايه، هي مستفزة شوية بس طيبة جدا جدا وبتحبكم. ودايما تقول لي يا ماما ما تعملي فيديوهات يا ماما عشان الناس تتفرج عليها، تعالي نعمله انا وانت يا ماما، تعالي مش عارفة ايه يعني. ربنا يهديها يا رب. ده بص انا كده ده بحب ايه. انا ما كنت بصراحة ما كنتش هفرشه هنا، بس يعني لقيت اللي هو لما بفرشه يعني بيحافظ على الكنبة دي شوية. الكنبة دي عندي ومن زمان وكل يعني قعدتنا عليها واتبهدلت شوية، يعني مش شوية اتبهدلت خالص يعني. فبحب احط عليها حاجة كده احافظ عليها شوية. انا كل مادة بجيب لها قماش واكسيها من اول وجديد. ابو شهد بيعملها لنا الحمد لله. يعني انا جوزي شاطر في كل حاجة، ربنا يديله الصحة يا رب. هو اللي بيبيض وهو اللي بيعمل بسم الله ما شاء الله. هو بيعمل عامل لي الكنبة دي، هو اللي عامل لي الانتريه برضو، والحمد لله شاطر في كل حاجة. وهو برضو انا ما والله بجد انا ساعات يعني موضوع البياض ده في رمضان انا يعني ما قلتلوش انا عايزه ابيض ولا اعمل حاجه. هو من نفسه لما بيحس ان يعني ايه يعني الحيطان عندنا متبهدله وكده، تبص تلاقي على طول كل رمضان بنبيض مش عارفه ليه. يعني على طول يا مشاهد الدنيا كده مش عارف، انا حاسس ان انا عايز ادهن الحيطان تاني، الدنيا متبهدله مش عارف. تبص تلاقيه هو ايه يعني عايز يعمل حاجه يعني على طول.
وبرضو والله النتيجة بتبقى حلوة برضو، ووجهة نظره برضو حلوة. يعني النظافة حلوة يا جماعة والله بجد، النظافة حلوة. واللي عندها اي حاجة مش لازمها ياريت تتخلص منها، بلاشها. حاجات كراكيب بلاشها برضو. انا عندي الصالة دي كانت مليانة حاجات. يعني بصي الكنبة، وكان فيها ترابيزة التلفزيون، وكان فيها ترابيزة صغيرة، وبصوا كان فيها حاجات ياما خالص انا حطاها. جيت لما بصوا كده حطيت الكنبة والشوفونيرة فقط لا غير، والجنب والناحية اللي يمة الباب ديت طبعا فيها الجزامة. تمام، ما فيهاش غير الجزامة بس، ويعني والنيش فقط لا غير يعني. هنا أميرة بصوا اهي. أميرة بقى زي ما قلت لكم والله. بصوا ربنا يريح بالها يا رب. لما لقيتني بقى بعمل وانا تعبانه، لا يا ماما هاتي هاتي انا هعمل يا ماما. ربنا يا رب يفرحها ويسعدها ويسعد البنات كلها، ويسعد بنات كل اللي سامعين الكلام اللي انا بقوله ده. هو ربنا يسعد كل بنت، وربنا يفرح كل ام بولادها يا رب. فهي يا عيني يعني هاتي يا ماما انت تعبانه وانا هعمل ماشي. فأميرة يعني كملت والله، وكملت يعني مش كملت الصلاة بس، كملت كله. عملت كل حاجة يعني، هي اللي عملت كل حاجة مكان. عندنا بقى الصالة. هو زي ما وريتكم، زي ما بوريكم كده دي المروحة. طبعا مفيش حد بيستغنى عن المروحة. والشوفونيرة والجزامة في الناحية دي يعني يعتبروا لوحدهم كده في مكان، هي الجزامة والنيش. وعندنا الكنبة في وشها الشوفونيرة والشاشة بس. وبرضو كان ابو شادي بيقول لي بلاش الشوفونيرة خالص، دخلها اوضه النوم. انا اللي مرضتش عشان احنا ساعات بنحط مثلا عليها حاجة مثلا كده يعني، واوضه النوم مفيش مكان. لان انا دخلت ترابيزة التلفزيون. يعني انا بصراحة قلت خسارة ارميها او وديها او بصي بجد يعني محدش هيعرف قيمة الحاجة بتاعتك، وانا تصعب عليا لان انا يعني جايباها. كان نفسي فيها بجد، شفتها في التلفزيون وكان نفسي فيها وجبتها. كنت حاطه عليها التلفزيون. لما جبت الشاشه ما يعني هي ملهاش مكان. ما هو انت جبت الشاشه والتلفزيون مش موجود. دخلتها اوضه النوم. ابو شادي بيقول لي بلاشها خالص واستغني عنها وكده. فقلت له لا انا عايزاها، هحطها كده جنب السرير. احط يعني احط عليها العلاج بتاع لامار، احط عليها الببرونه بتاعت لامار. ميه عشان انا ساعات بالليل بصحى عايزه اشرب. لان انا الكومودينات بتاعت اوضه النوم بتاعتي حطها في اوضه البنات وكده يعني. حطها في اوضتهم برضو عشان برضو يعني بين السريرين واحد عشان يحطوا ميه برضو. بتحط شاهد التليفون بتاعها يشحن، اي حاجة يحطوها يعني. فاستخسرت ارميها او يعني اوديها في اي مكان. فحطيتها عندي جنبي على جنب السرير بتاعي. كل حاجة يا جماعة بتنفع، بس الحاجة اللي نافعة، الحاجة اللي لها لازمة، الحاجة اللي لها لازمة والحاجة اللي نافعة. لكن الحاجة اللي هي مثلا عاملالي زحمة في البيت، وعاملالي مكان في البيت وملهاش اي لازمة، بلاش منها، بلاشها. لانها يعني واخدة مكان ومبوظة الدنيا وخلاص، وهي ملهاش لازمة عندي. يبقى انا استغنى عنها وبلاش منها. الحاجة اللي هي مش نافعة او مش هتنفعني، هتضرني، يعني هتعمل مكان على الفاضي. الحاجات اللي هي مثلا هتعمل مكان على الفاضي لا بلاش منها. هنا أميرة قالت لي يا ماما انا قبل ما ادخل على الاوض هبدأ اعمل برضو السلم بالمرة. عشان السلم برضو عشان السلم احنا همنا شوية برضو حلوين في رمضان. كان الواحد بيبقى تعبان وكسلان.
هملت حبة برضو عندي على باب الشقة وعلى السلم وكده. بس يعني ايه، بيني وبين نفسي قلت انا عمري بجد ما هسيبه كده، يعني لازم اعمله على طول. فأميرة طلعت جابت المشاية دي هتفرشها، وبعد ما هتفرش أميرة المشاية هتطلع برضو على السلم. انت لما برضو هتعملي بره على باب الشقة بتاعتك، مش هيدخلك برضو مثلا تراب في رجل عيل حاجة. اصل ايه، احنا كمان غاسلين فرشتنا. والله بجد انا مودية يعني السجاد بفرشتنا كلها، السجاد بتاعنا وديته مغسلة، لان برضو في الصيام ده انتي برضو مفيش والله بجد احنا تعبانين. يعني تحسي انك مش زي الاول، مش زي زمان، مش زي زمان خالص بجد. يعني ممكن تغسلي حتة سجادة واحدة وتفرفري، تحسي انك انتي خلاص يعني تعبتي خالص، ما انتش مش قادرة تعملي حاجة. فأميرة طلعت كده، هي تبصي كنست ونفضت البتاع اللي هي الكريمة الصغيرة دي، وهتكنس برضو السلة وهتنضف عشان ما يبقاش في اي حاجة ايه مش عندنا مش نظيفة اهو. كنت حاطة هنا فرن صغير على الباب كده، كنت برضو صراحة انا عملت فيه وكان حلو برضو كله. فكان محطوط ويعني ما عملتش فيه غير مرتين تلاتة، وبعد كده خدته حطيته تحت عشان يعني هجيب له انبوبة وكده واشغله تاني. بس لما هشغله انا ما كنتش عايزه انزله بصراحه، بس برضو زي ما قلت لكم ابو شهد يلا يلا نزل نزل، كل حاجه نزلت. وانا قلت له مش هستغنى عنه لان انا هشغله الا لما تعوزيه هنبقى نجيبوه. انا عايز الدنيا نظيفه ومفيش حاجه. السلم كان نظيف يوم العيد، الدنيا كانت نظيفه كلها زي الفل، وكنا منظفين برضو. وعلى فكره السلم ده بصوا هو يعني مش رخام ولا سلم من يعني كده، يعني انتوا عارفينه. بس انا والله يوم الوفا يعني انا سيته زي السلالم اللي هي الرخام بالميه. عملته بالميه غسلته كده وبان عليه وكان جميل ونظيف وكده، ما كانش فيه اي حاجه، وبان عليه يعني كان جميل خالص. يعني باذن الله هنعمل السلم ده عشان يبقى حلو يعني باذن الله. هي تعبت والله أميرة، والله النهاردة تعبت معانا بجد، تعبت في البيت وكده ويعني انا برضو ايه باجي عليها شوية برضو، وهي بتشوفني تعبانة يعني ما بهونش عليها بصراحة. ربنا يسعدها يا رب ويفرحها. بس كده هي طبعا هتلم الحاجات ديت كده على جنب وتطلع تاخد كيس وتلمها فيه. آه، رماس هي تبص رماس اهي بتسلم عليكم، واسيل برضه، ولولي كنا حاطينها على المخده، بتحب تنام على الارض كده ونحط لها المخده اهي. بصوا الدنيا عامله ازاي، الحمد لله كل حاجه نظيفه زي الفل، ومفيش كراكيب ولا في اي حاجه، والدنيا نظيفه زي الفل. رموسه شالت لكم بقى لمار، عايزه تقول لكم ازيكم عاملين ايه. لمار طالعه من دور تعب يا جماعه، ادعوا لها، واقسم بالله كانت تعبانه جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل. لمار بنتي كانت تعبانه تعب يعني في حاجة ممكن حد يكون عارف الموضوع ده. يعني بصوا يعني هو في دكتور قال لي اللي كان في بطنها نطر على وشها، يعني كان عندها دور سخونية ما بتروح ما بتنزلش يا جماعة والله. يعني انا لدرجة ان انا جبت كروانة كبيرة كده مليتها مية، ويعني اول مرة في حياتي ما اعملش كمادات على دماغ عيل. انا حطيتها في الكروانة، حطيتها فيها بحالها عشان البت يعني ايه من كتر السخونية شفايفها كانت بترتعش وكان جسمها بيرتعش. يعني انا كنت بقول لابو شادي يعني ازاي دي سخنه وبترتعش، يعني المفروض ان هي سخنه ما ترتعش كده. وكانت تعبانه خالص خالص لدرجه ان نطر على وشها حبوب
كان الله اكبر، يعني ملي وشها كله حبوب، عند ده من شفايفها كده لحد دقنها من تحت. بس الحمد لله يعني بدأ هي لها يوم الحمد لله في تحسن يعني. ادعوا لها ربنا يشفيها ويخليها لي، عشان انا فقدت اختها وبصراحة يعني نفسي ربنا يخلي لي لمار، وربنا يعني هو اللي اختار. هو خد اللي هو عاوزه واداني اللي هو عايزه برضو يعني. هو خد اللي هو عاوزه واداني اللي هو عاوزه يعني. هو ربنا اسم ايه، اسمة الحق يعني. هنا أميرة دي أوضة النوم بتاعتي. أنا يوم البياض المراية بتاعت السراحة انكسرت، كنت وريتكم، أنا كنت مسجلة معاكم فيديو وقلتلكم المراية انكسرت. فبصراحة نزلتها برضو عندنا في الأوضة تحت، وحطيت السرير الصغير ده، عشان ساعات واحنا نايمين بالليل بتيجي ريماس او اسيل بيعيطوا عايزين يناموا معاكم، فطبعا ساعات بيناموا جنبنا، فعلا بيناموا جنبنا على السرير، فاحنا ما بنعرفوش نناموا كلنا جنب بعض. فانا حطيته عشان لو واحدة ولا حد فيهم جه عايز ينام بينام عليه. الاتنين كمان ساعات بيناموا عليه، لان هم عندهم اوضتهم وعندهم سريرهم المفروض بيناموا عليه، بس ساعات بيجوا بالليل خايفين يعني. يا ماما عايزين يناموا على السرير معاكم، نقول لها خلاص يا ماما ناموا ايه، على السرير الصغير ده، بيناموا ساعات عليه. دي المفارش بتاعه العيد وكده، بتاعه اللي هي مفرش الصباحيه ده. طبعا دي حاجه عاده انا اتعودت عليها من ايام امي، لما كنت لسه يعني بنوته كده يعني. والعيد يجي كده فرحانه بيه، ما كنتش احس بالعيد غير لما امي تفرش المفرش بتاعها ده على السرير بتاعنا يعني. كانت تفرش المفرش ده احس بقى ايه ان في عيد. فانا خدتها قاعده او مبدأ اتعودت عليه، ان انا كل عيد بحب بفرش المفرش بتاعنا ده. واحد هو كان كنت انا داخله يعني لما اتجوزت بسرير واحد بس، مش اتنين، في اوضه الاطفال. فده كان بتاع اوضه الاطفال، وده بتاعي انا اللي هو بتاع الصباحيه. وده هو بصوا، ده بتاع الاطفال ده اللي قلبي جاي كده على ايه يعني على جنب، مش جاي في النص، لان هو كبير على السرير ده، لان السرير ده اصغر كمان من سراير الاطفال. فاحنا حطيناه كده واستغنينا عن السراحه. بس باذن الله هعمل يعني نظام مرايه كده بتتحط كده شكلها حلو وفيها لمض وحاجات كده شكلها جميل، هبوريها لكم بعدين لما اعملها. وده المفرش اهو، والترابيزه اهيت زي ما قلت لكم بتاعه التلفزيون، حطيتها جنب السرير بحيث احط عليها بقى زي ما قلت لكم الببرونه بتاعه لولي، احط عليها علاجها، احط عليها ميه. البيروسول دوت ساعات برش عشان الناموس بالليل، طبعا الناموس مبهدلنا جامد اهوت. وديت شلتة صغيرة كده حطها عشان لو حد يعني قاعد معانا في اوضه النوم، ساعات كلنا بنتجمع ونقعد فيها يعني. وديت بوريها لكم اهو، اذكار الصباح والمساء كل يوم بالليل. انا حطاها طبعا تحت المخده، ساعات بفتكر وساعات بحطها على الترابيزه عشان ايه افتكرها وكده. يعني ايه بقعد كده ايه نقرا كل الحاجات اللي فيها، ما بتاخدش 10 دقايق كلها على بعضها. بس هو الواحد برضو بيكسب برضو ايه، بيكسب حسنات وكده وبرضو ايه اهم حاجة رضا ربنا علينا يعني. أميرة بتكنسها اهوت. نضفت خالص زي ايه، زي الفل اهي. هوريها لكم برضو ايه بعد ما تخلص كلها اهو. اهي وبوريكم الستاير ديت اللي انا غسلتها على السطح، لما عملت برضو معاكم على القناة ان انا عملت فيديو ان انا بغسل الستار بتاعتي وكده. باخدها كلها كده بحالها، بغسلها كده يعني، بغسلها كلها بالخشب. بشيل يعني اللي هي اللي ورا دي، وبغسل البراع بس بالخشب.
هنا بقى ايه، دخلنا على الطرقة اللي هي بين الحمام وأوضة النوم. أميرة هي بتكنس عشان تفرش الفرشة بتاعتها. اهي كده ايه، كده احنا خلصنا لحد هنا. عملنا اوضه النوم وعملنا الصاله وعملنا الطرقه والحمام نضيف وعملنا الانتريه. فاضل عندنا بقى هنعمل ايه؟ هنخش بقى على اوضه الاطفال، والاوضه بتاعتهم اللي هم بيناموا فيها متبهدله طبعا. عشان هم كانوا نايمين ولسه لسه صاحيين يعني وكده من النوم. فهي أميرة هنا يعني أميرة بتقول لي يا ماما واحنا لسه هنسيبه انتوا سايبين يعني المشمع اللي على المراتب دوت كل يوم، تقولي لي بكره نشيله بكره. قلت لها هو اصلا يا جماعه حافظ المرتبه، هو حافظ لي المرتبه، حافظها بس مش اكتر. وبعدين انا عندي 2 حافظ جايبهم للمراتب، بنلبسهم اصلا للمرتبه. فايه يعني المشمع مش ضرر او ضارر في حاجه. بتقول لي ده بيصهد، يعني بيصهد علينا، بس هو يعني انت لو شلتيه من على المرتبه تحسي انك انت لسه شارياها النهارده، فصعبان عليا اشيله من عليها. هو ساعات بيزحلق المرايه لما تكوني مش فرشه المفرش، بس هو حلو يعني حافظها، يعني حاجه حافظه السراير وكده المراتب. هي كده بتوضب بتعدل المفرش. والتاني انا غسلاه، التاني لونه كمان يعني فاتح عن ده شوية، بيتبهدل، لونه روز بيتبهدل. مم. اختراع حلو والله، اللي حافظ المراتب ده، وحافظ السجادة والحاجات دي كلها جميلة خالص والله بجد يعني. اللي في الجنب ده الدب ده لازم الدب ده صديق شهد، لازم بالليل تحضنه وهي نايمة كده. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان هي لما مش بتلاقيه يعني، انا والله انا يعني ساعات اكتر الاوقات يعني بقول لها يا شهد ممكن يطلع لك بالليل، بخوفها. تقول لي لا يا ماما، ده لو هو مش معايا ما نامش، لازم احضنه بالليل كده وانام في، اخده في حضن الدب دوت وانام. اتعودت عليه، اتعودت ان هي تنام وهي حضناه كده. بص بوريكوا يعني، بوريكوا بره. بصوا شايفين اللي على الكور ديت انا كنت عاملاها في يوم كده يعني قبل مولد مثلا باسبوع ولا حاجة، عشان كان عندي بصوا كمية لبس اطفال بنات يعني حاجة رهيبة، لان انا اصلا كنت عاملاها قبل مولد باسبوع، عشان انا مش عارفة احط الهدوم فين. يعني شايفين الادراج دي والكومودينو اللي تحتيها، والكومودينو التاني فيه هدوم للولي. كنت طبعا عاملة حساب لميس ولمار مع بعض. فكانت الهدوم ياما كنت لما بجيب حاجة للميس او للمار بجيب للميس زيها، ولو جبت اللمار لو جبت اللميس بجيب للمار زيها. فقدر الله ما شاء فعل، ماليش فيها نصيب طبعا، اكيد ماليش فيها نصيب. واكيد ربنا يعني هي في مكان احسن من اللي انا فيه، وهي في الجنة ونعيمها. ويعني هي عصفورة من عصافير الجنة. انا بتكلم معاكم يعني بتكلم معاكم، بس انا مش عارفة اصبر نفسي ولا عارفة اصلا الكلام اللي انا بقوله ما بعملش بيه، ومش عارفة خالص انساها ولا عارفة ابطل عياط عشانها، رغم ان هي جتني في المنام يعني بصوا يا جماعة لما تيجي لوالدتي وهي جاية على هيئة ان هي يعني بتفرق اللحمة وكده، فامي انا هي عطت كله وانا لا. فامي بتقول لها يعني
اشمعنى انتي ما عطيتيش امك؟ قالت لها لا انا مش عاطياها ومش عايزه اديها حاجه. قالت لها ليه؟ قالت لها انا زعلانه منها. جاتني انا في المنام وجات لامي وقالت لامي هي سببت ان الناس اللي انا عايشه معاهم قافلين في وشي الباب بسبب عياطها، مش عايزين يفتحوا لي الباب. فطبعا امي قالت لي حرام وكده، بطلي عياط عشانها، عشان هي المفروض ان هي في الجنه، هم مش عايزين يفتحوا لها باب الجنه بسببك يا شيخه، عشان انت بتعيطي عشان. انا يا جماعه مهما اوصف لكم ومهما اتكلم عنها وعن ان هي كانت فعلا يعني طفله 3 ايام او هي 4 ايام على الدنيا، كانها لها 40 سنه على الدنيا. محدش طبعا هيصدقني في الكلام ده. انا بحس اللي هي معايا وبحس ان هي ما ماتتش، بس مش عارفه انساها ولا عارفه انسى بصتها ليا وهي تعبانه وانا بسالها انت يعني مالك؟ انت بتعملي كده ليه وهي بتموت وبتموت على ايدي؟ فده ربنا اللي عاوز كده ودي حكمة ربنا. وانا طبعا ماليش يعني ماليش ايد في حاجة، ربنا هو اللي عاوز كده. ربنا يرحمها وطبعا يرحمني انا كمان معاها. ويخلي اختها ويشفيها يا رب. هنا ايه خلاص كده. فيعني طبعا الاكل بتاعنا طبعا احنا دبحنا بطة هنا كده هوت زي ما انتوا شايفين. فايه معلش يا جماعة صوتي متغير لان انا الموضوع ده بيزعلني وانا اللي بفكر نفسي بيه. البطة هنا هي ايه بننضفها برضو، اميرة بتنضفها لانها مليانة ريش زي ما انتوا شايفين. احنا طلعنا الريش الكبير منها، مليانة ريش اهوت زي ما انتوا شايفين كده. فاحنا بننضفها. وانتوا عارفين اصلا وكلنا عارفين ان البط ده بيبقى مليان زغبر. وطبعا عشان هي صغيرة بيبقى الزغبر فيها ياما. فبصراحة مش هكدب عليكم، انا بجيب الملقاط وبشطفها شطفة حلوة واطلع الريش الصغير اللي فيها الزغبر اللي بيبقى تحت الجلد. وساعات بطلع الجلد بحالها بالزغبر اللي فيها تمام. فهي كده ايه بتنضفها وانا نزلت برضو ساعدتها برضو لحد ما خليتها زي الفل نظيفة. وهاخدها يعني ايه هاخدها اغسلها تحت الحنفية وهوريكم هي نظيفة ازاي وايه اللي نضفها كده وايه المحلول اللي انا بعمله او معلش يعني ايه اللي انا بغسل بيه. بصوا يا جماعة انا بغسل بالدقيق من بره ومن جوه البطة نفسها، او اي زفر او اي فراخ اي حاجة بحب اغسل. عارفة اول ما تحطي تغسلي بالدقيق ما تلاقيش اي ريحة لاي حاجة في الدنيا كلها، ولا سمك ولا فراخ ولا بط ولا الحاجات دي. البط ده انتوا عارفين اهم حاجة الغسيل لان فيه زفارة. وفي ناس ياما بتربيه وما بتاكلش منه. سبحان الله ممكن تربي البط وما تاكلش منه، بس عيالي بيحبوه وتجيبه وتعمله عشان عيالها. ليه؟ بيقولك يعني ريحته مش عارف ايه. طب ما هو لو هو مغسول نظيف ومعمول حلو هتاكل منه، مش هتبقى يعني ايه مش هتبقى قرفان منه. انا بغسل بالخل وبغسل بالطماطم وبغسل بالدقيق، والحاجة بتروح صراحة معايا زي الفل، تبقى نظيفة وما فيهاش اي حاجة. وبطلع بمسك الملاط كده بطلع الزغبر الصغير ده ما بخليش اي حاجة، وبفتح البط اغسلها حلو من جوه بالطماطمايه كده وبدخل فيها الدقيق من جوه، بتروح ايه فله كده.
بتروح زي الفل، مبيبقاش فيها اي حاجه. هنا بقى هدخل المطبخ زي ما انتوا شايفين. هنا المطبخ اهو زي ما انتوا شايفين. ماشي، دخلت بقى المطبخ. هغسل بقى البطه. بعد ما مسكتها بقى طلعت منها الزغبق اللي كان فيها كله. شايفين بقى، بصوا اهو. قط كده دي وادخل فيها من جوه، من جواها. بصي، تفركي كده، تفركي جامد عشان لو فيها اي شعرايه، اي زغبرايه صغيره ما طلعتش هتطلع مع الدقيق ده. وتحطي ايدك فيها من جوه وتغسليها غسيل جامد، والكبده والحاجات دي كلها. ماشي، تغسلي غسيل حلو كده. وعارفه لو غسلتي بدقيق بس وشميتي ريحتها، بصي عادي، ما فيش حاجه خالص، ما فيش اي حاجه. هاخد برضو ايه، شويه خل. هحط شويه خل كده اهو. وهحط برضو شويه ملح. امي يا جماعه اللي معلماني ايه اغسل كده يعني، بالملح والخل والليمون والطماطم وكل ده. وساعات وبصي بتتنقع برضو ايه، بتتنقع شويه كده. حبه في الميه بالملح. تسيبيها كده وتيجي بقى عشان يعني قبل ما تحطيها في الحله تبص تلاقي الدم اللي فيها كله صردته، طلعت الدم اللي فيها كله. مفيهاش اي دم ولا فيها اي حاجه. وهتلاقيها ايه في ايدك كده زي الفل، حاجه كده زي العسل كده، ما فيهاش ريحه زفاره ولا فيها اي حاجه. واكل نضيف واكل زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. اهو بصي اهو. امسكي بقى كده اهو، تليفيها بالطماطميه وتدخلي الطماطميه جوه. وتغسليها ايه شويه غسيل حلوين كده. عشان بصوا، عشان محدش يشوف يقرف منها وكده يعني. اهو. اغسلي كده اهوت ونضفي. هي فيها بسيط، بس انا برضو بالسكينة بطلع ويعني ايه وساعة احنا طبعا بص احنا ما بنشربوش الشوربة بتاعت البط بصراحة. عشان دسمة وبتتعبنا واحنا ما بنشربوهاش. انا بشيل الجلد. ساعة التحمير. انا بشيل من الجلد ده هو اللي هو فيه الحتت السمرة دي، بصوا اهو. والجلدة بتاعت الرقبة دي شلتها كلها برضو. بس انا كده غسلت ايه ونضفت خالص. اغسلها تاني برضو، هنقعها طبعا في المية بالملح عشان تبقى نضيفة. زي الفل، مفيهاش اي حاجة، نضيفة زي الفل الحمد لله يعني ايه. نضيفة خالص، مفيهاش حاجة. هقطعها بقى عشان ايه منابات، عشان اعملها في الحل. هشوحها الاول كده بالبصل والطماطم اللي هو انا عاملاها بالمبشره، ورق لوري والحبهان، واسيبها شويه اغطيها ويعني نص كوبايه ميه اسيبها تتشوح مع نفسها. ولما تاخد التشويحه التمام بزود الميه. تاخد التشويحه الحلوه كده بزود الميه بقى عشان ايه. ما بحبش اغلي الميه وبعد كده احط الطيره او احط الحاجه اللي انا ما بحبش كده. بحب ان انا اشوحها كده بالطماطم والبصل وبعد كده ازود انا الميه. بحب اعمل كده يعني. هنا بقى ايه هعمل ايه. طبعا انا عايزه اعمل هنضف الحوض. هنضف الحوض بتاعي وانا واشيل قشر البصل ده. وادخل بقى على التلاجة بقى. التلاجة من يوم الوفا. ما عملناهاش. وانا كنت كلمتكم قبل كده على موضوع التلاجة والبوتاجاز. اهم حاجة لو كل يوم كل يوم كل يوم ايدك في البوتاجاز والتلاجة اكيد هيتم نضاف زي الفل، شمعة كده، شمعة منورة كده. لكن لو هملتي البوتاجاز والتلاجة
حي انا يعني ايه، انا مجربه. كان عندي تلاجة استغفر الله العظيم يا رب رميت. بجد كنت مهملة في التلاجة دي لدرجة ان انا بص يعني يعتبر رميتها يعني برخص التراب، عشان ما كانتش نضيفة. انا بتكلم بصراحة يعني. فمن يوم الوقفة احنا ما مسحناش التلاجة، لان انا كنت حاطة بقى فيها الترمس والفول اللي هو بتاع العيد اللي بتعمل دوت. امي اللي كانت عاملahولي، وكنت حاطة الحلبة والحاجات ديت، كانت حاجات ياما في التلاجة، والجيلي والكريمة والحاجات دي كلها. فلما خلصت من التلاجة وكده ورحت بقى قلت ايه اغسلها النهاردة، فهغسلها يعني. هنا بقى ايه بنعمل ايه؟ هعمل الرز. وطبعا بحط ايه، شوية لسان عصفور كده في الاول، وبعد كده شوية شعرية. بعد ما تحطي السمنة طبعا وتحمريه، وتكوني غاسلة طبعا الرز بتاعك غسيل نظيف، وتيجي حاطه الرز على الشعرية ولسان العصفور. بصي هتاكلي شوية رز يعني هتاكلي صوابعك وراه. والله اقسم بالله هتاكلي الرز حاف يعني، من غير لحمة، من غير فراخ، من غير اي حاجة. ورز جميل، رز بتاع افراح، ورز تحفة في منتهى الجمال. ممكن تحمري كمان شوية رز معاه. بس انا حمرت في الاول ليه لسان العصفور؟ عشان هو يستحمل، الشعرية ما تستحملش. يعني الشعرية ممكن ما تستحملش تتحرق، فانا حطيته هو قبل منها كده ايه، تقلبتين 3 4 بالظبط كده. وبعد كده ايه حطيت الشعرية عشان هو ما يستحملش. الشعرية ما تستحملش قصدي، ماشي. هنا الرز كان انغسل نضيف. حطينا بقى ايه، نزلنا بالرز اهو، وبرضه هنزود له المية بتاعته. عيار بقى المية بتاعه، تاكلي صوابعك ورا شوية الرز دول. يعني انا يوم انا ما بعمل يعني الرز انا احنا عملناه اهو، مش هيفضل منه حباية. لا يعني طعمه جميل، طعمه بجد جميل. الشعرية واللسان العصفور بيفرقوا جامد في الطعم مع الرز، غير لما يكون ابيض خالص ما فيهوش اي حاجة. اهو تقلبتين كده حلوين عشان كله يتجانس مع بعضه. وبعد كده شوية الملح طبعا، وشوية الفلفل، وخلاص. بصوا التلاجة بعد ما غسلتها حطيت فيها برضو ايه، لسه هرص بقى الطماطم والحاجات اللي عندي بره، لسه هرصها. بس انا غسلتها اهوت، خليتها زي الفل برضو نضيفة، ما فيهاش اي حاجة خالص، نضيفة زي الفل. الرفف نضيفة وكل حاجة، والدرج برضو طلعت اللي فيه وغسلته. تمام. ونضفت همسحها من بره برضو. والرز اهو، والبطه اهي، بطوطه على النار. الشوربه ريحتها جميله، يعني الشوربه بجد قلب المكان. ريحتها جميله لما تحطي ورق لوري وتحطي حبهان. بيخلي الشوربه ريحتها جميله. بس للاسف احنا ما بنشربش شوربه البط للاسف يعني انا بعملها وبكبها. ماشي. غسلت بقى ايه بتوع اللي هو الحاجات بتاعت الطماطم والخيار والليمون والحاجات دي، غسلتها وقلت ايه اصفيها وتنشف. واشيلها كده على جنب لما تسوق، لان انا ما عنديش حاجات ياما يعني في التلاجة، يعني الحاجات خلصت كده. خلصت يعني وكده، لسه هشتري حاجات تانية. بصوا طلعت اهوت على الصالة اوريكم بقى الانتريه برضو اهو. كنا بالليل. بصوا يا جماعه انا كده وصلت للمغرب. شوفوا بقى لحد فين، انا وصلت كده لحد اذان المغرب. وما تقوليش وصلت للمغرب ليه، لان انا اصلا احنا صحينا الظهر، يعني احنا صاحيين من النوم الظهر. فعبل ما عملنا الشقه وغسلنا المواعين وعملنا الاكل وكل ده، كان المغرب ايه، كان المغرب اذن يعني وكده. فاحنا يعني احنا اتعشينا بعد المغرب بشويه. الدنيا نضيفة زي الفل، مفيش اي حاجة. اميرة بترفع معلش. اهو بره برضه اهو
نضيف مفيش حاجة. كل حاجة نضيفة زي الفل. الأوضة اهيت برضو. هنا بقى ايه، قلت ايه، عايزين ناكل حاجة حلوة كده يعني بعد ما نتعشى وكده. فهم يا ماما عاملين لنا الكيكة اللي هي التايجر. الكيكة التايجر ديت انا هعملها طبعا على القناة، هعملها فيديو لوحدها عشان انا ما كنتش فاضية ان انا يعني اعملها واتكلم وكده يعني، فعملتها بسرعة. لسه هنعملها مع بعض برضو على القناة عشان اوريكم طريقتي سهلة وبسيطة، مفيش اسهل من كده، وبتطلع تحفة تحفة تحفة، حاجة كده تشرف. لان هي اصلا كمان يعني انت لما بتعمليها بتفرحي بشكلها، يعني انت فرحتك بشكلها يعني كمان احسن من اكل. يعني انت لما بتعمليها بتفرحي بالشكل بتاعها، شكلها جميل جميل جميل، وبسيطة وسهلة، مفيش اسهل من كده. هما بيضتين وكوباية شوية زيت او كوباية زيت عادي، ومعلقة خل كبيرة، ومعلقة فانيليا كبيرة، ومعلقة محسن كيك برضو، وكوبايتين ونص دقيق والكوباية لبن، والفانيليا طبعا، وكل ده وبتضربي في الخلاط، وبتكوني مثلا تنخلي الدقيق كذا مرة، 3 4 مرات، تطلعي منه الهواء. وبيكون عندك طبعا الكاكاو اللي هو العلبة اللي هي الكاكاو دي، بتاخدي معلقتين كبار كاكاو او 3 زي ما تحبي، او معلقة واحدة اللي انت تحبيه. وعلى فكرة السكر برضو حسب رغبتك، ممكن تقللي تخليه كوباية او كوباية وربع او كوباية ونص زي ما انت تحبي، وتضربيه في الخلاط. اهم حاجة ضربه في الخلاط كأنك بتعمليه بالمضرب الكهربائي دوت، اهم حاجة عشان انت لما هتضربي في الخلاط هيديكي نتيجة حلوة. وبعد كده طبعا انت بتجيبي مج او بتجيبي فنجان صغير وبتجيبي الصينية تدهنيها وترشي فيها شوية دقيق في الارضية كده. طبعا انت هنا دي بتحطي عليه محسن الكيك، وبتحطي معاه ذرة ملح بسيطة. وبعد كده بتلفيهم مع بعض كده لفة عشان يتجانسوا مع بعض. وبعد كده بتصبي ايه الخليط بتاعك اللي انتي ضربتيه في الخلاط، تضربيه جامد يعني ضرب لما تموتيه. تنك اضربي فيه لو متغاظة من حد، تتني تضربي لحد شوفي ما تطلعي غلك كله من ماشي. وتنزلي كده اهو الخليط. على فكرة اللون كده، لان انا مش مكترة بيض، ممكن تحطي 4 بيضات حسب مع امكانياتك وحسب اللي عندك. يعني لو عندك 3 بيضات 4 5 حطي. فانتي برضو بتقلبي كده بالمضرب اليدوي اللي عندك، بس في اتجاه طبعا واحد، يعني ما ينفعش تروحي مرة شمال ومرة يمين، مش هينفع. لا انتي باتجاه ايدك مرة واحدة في نفس الاتجاه. يعني على مرات يعني، بس في نفس الاتجاه، ما تشرديش وتروحي. بصي انا كنت هلف الناحية التانية، لا بصي اهو لف وارجع تاني اهو. بصي لف وارجع تاني، انا برجع من نفسي يعني. هنا انا بجيب الدي اللي هو مكتول تحت ده، برفعه برضو عشان ايه في حتت دي تحت كده لازم اجيبها. وهعمل ايه، هجيب بقى ايه سلطانيتين، بولتين كده. ولان انا هقسم الخليط بتاعي على البولتين دول، واحدة فيها طبعا الكاكاو، هحط فيها شوية من الخليط، وواحدة تانية ايه فيها الخليط الابيض ده، هحط برضو على الكاكاو والف. بس هما طلعوا صغيرين شوية، كنت عايزة حاجة اوسع من كده عشان اعرف الف فيها ايه. بس انا فعلا انا عملت حركة طلعت غلط شوية، فضيت اللي فيه الكاكاو في الحلة، والحلة كان فيها شوية زيادة، فطلع البني ازيد من الابيض. بس طبعا ما فيش ضرر، عادي.
هنا طبعا انا جبت انا جبت طبعا الصينيه بتاعتي، دهنتها بالسمنه كده او بالزيت، ورحت طبعا ايه عامله شويه الدقيق فيها كده، تعفيره بسيطه كده. أنا اللي باخده ده من على الرخامه نضيف، والله ده نضيف بجد يعني مفيش حاجه. تعفيره بسيطه كده اهو. وطبعا بقلب كده اللي هو البني ده، بس البوله صغيره، فضيت كله في الحله تاني من اول وجديد. هعمل ايه، باخد كده بالفنجان بتاعي، باخد شويه من الابيض اهو، عشان افضي كده اهو. وهاخد برضو المفروض مجين، مج للبني ومج للابيض، بس انا عملت بمج واحد. كانت فيها تعريجة حلوة كده، وكان فيها خط ابيض رفيع كده شكله حلو. ماشي، بحط برضو مرة بني مرة ابيض، مرة بني مرة ابيض اهو. بصوا لحد ما وصلت لايه، لحد ما وصلت للشكل ده. بجيب معلقة او خلة لو عندك خلة، بجيب معلقة كده وبعمل الخطوط دي، عشان بإذن الله لما تطلع من الفرن هتشوفي أحلى كيكة تايجر بتعمليها، وهتفرحي بشكلها، لأن شكلها بجد بيفرق معاكي. وطبعا ولادك بيحبوها، شكلها حلو جدا يعني. بصي نظام وردة كده شكلها جميل، واتمنى ان انتوا تجربوها. وانا لسه هعملها طبعا على القناة بتاعتي بالمقادير بكل حاجة، خطوة خطوة بخطوة كده، وكل حاجة لازم اعملها معاه. المواعين بقى، اخش على الملاعين بقى كده، عشان ايه ما يبقاش في حاجة. بعد ما تعشينا طبعا، كلنا البطة بتاعتنا وتعشينا وخلصنا وكله تمام. دخلت على الملاعين، طبعا لازم اغسلهم ملعوم ملعوم. لازم اغسلهم كلهم. فمسكت بقى شوية صابون كده في علبة الحلاوة بتاعتي، اللي بقالها عندي يعني مثلا 12 سنة ولا حاجة. مش هتصدقوا ان دي علبة الحلاوة ديت بقالها عندي زي 12 سنة. بحط فيها شوية بريل كده وبغسل. البساطة حلوة يا جماعة يعني. مش عشان هي مثلا علبة حلاوة يبقى كخة وكده، لا اجيب حاجة، لا عادي كله بينفع، والله كل حاجة بتنفع. طبعا انا هحط صابون تاني، عشان الصابون ده كنت غاسله بيه من شويه، فايه زي ما انتوا شايفين شفشق الخلاط كده، تحس ان هو مش مغسول. يعني هحط صابون تاني من اول وجديد، وهغسل تاني من اول وجديد اهو. انا حطيت شويه صابون حلوين كده تاني، وغسلت كده اهو تمام. وهغسل شويه المواعين بتوعي، وهشوف كده الكيكه بتاعتي. بس انا حاسه انا شامه ريحه شياط، انا شامه ريحه شياط. طبعا الكيكه ايه وشها اتاخد شويه مني، حتى تحس ان الرسمه اللي من الناحيه دي مش باينه، بس والله طلعت زي الفل، وحاجه كده جميله، وطعم خرافه، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. جربوها مش هتندموا بجد، شكلها جميل وطعمها بصوا انا شكلي وحش ازاي في الفيديو. كنت معيطة يا جماعة، معلش اعذروني، كنت معيطة برضو شوية، وانتوا عارفين ايه السبب، فبلاش يعني ايه اعكن على نفسي وعليكم. هنا بقولكوا يا جماعة بالله عليكم يعني خلوا بالكم مني، لان انا القناة بتاعتي دي فاتحاها مصدر رزق ليا. انا ما عنديش شغل اشتغله بره. ما عنديش دخل ثابت، ما عنديش حاجة اللي انا مثلا دخل ثابت ليا يعني وكده. فايه، فيا ريت، انا بتمنى ان انتوا تساعدوني، تعلقولي ت... يعني بصوا اللايك ده اهم حاجه. حطوا لايك يا جماعه، حطوا اللايك يا جماعه بالله عليكم يا جماعه، حطوا لي اللايك. اللايك بيفرق يعني، اللايك الواحد بيفرق في اي فيديو، انا او غيري. احنا كلنا بنتعب، اقسم بالله بنتعب، والله العظيم انا تعبت النهارده تعب عشان اوصل لكم الفيديو ده هوت. وبتعب في كل حاجة بعملها يعني. وعلى فكرة يعني عايزة اعرفكم ان الحاجة كل حاجة بتتكلف، وكل حاجة بالفلوس وكده.
وانا لما بكرر او بعمل فيديو اكيد برضو بتعب فيه، عشان عايزاكوا انتوا مثلا ايه، اهم حاجة عندي انكم انتوا تكونوا راضيين عن الحاجة اللي انا بعملها وكده. فعايزة اوصل لكم ان لازم نساعد بعض. بص، لو حد بيشوفني مثلا فاتح قناة، تعالوا نساعدوا بعض، تعالوا ندعم بعض. الدعم حلو برضو، الناس للناس، الناس للناس. رموسة هي يعني بتحبكم ودايما عايزة تطلع معاكم، وعايزة تعمل تحديات. انا اللي مش برضه يعني بقول لها لا لا يا رماس عشان محدش. ودي أسيلة هي سوسو لابسة التاج بتاعها غلط، التاج بتاعها لابساه غلط. بصي يا سوسو، انا بقول لها بصي يا سوسو، اعدلي التاج لو سمحتي، من فضلك اعدلي التاج. بقول لهم اعملوا باي باي وسلموا على الناس كلها. هم بيحبوكوا يا جماعة، اقسم بالله جدا جدا جدا. ويا ريت عشانهم، انا نفسي اعمل حاجة عشانهم، عشان هم كلهم بنات طبعا، 5 بنات. ونفسي بجد اعمل لهم اي حاجة، عشان لو حتى الواحد مات يحس اللي هو مطمن عليهم. يعني لا قدر الله الواحد لو مات يحس اللي هو مطمن عليهم، يموت وهو حاسس اللي هو مطمن على اولاده. فيا جماعة يعني ايه، هي عايزة تعمل لكم نظام قلب فعملته دايرة فطيرة. مش عارفة هي عايزة تعمل لكم يعني ايه بايديها كده، ايه رسمة القلب وكده، فبتعمل لكم كده. رموسة بقول لكم شطورة وجميلة، هتخلي بالها من أسيل، هتدخل المدرسة السنة الجاية، فهي هتخلي بالها منها. ورماس هتبقى في 3 ابتدائي، وأسيل هتبقى في أولى ابتدائي. ماشي. فهي بتقول لكم حطوا لايك لماما، حطوا لايك لماما، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. واتمنى اكون يعني خفيفة كده على قلوبكم، مش تقيلة يعني. واتمنى تحبوني، وانا بحبكم من كل قلبي، وبحب اوصل لكم كل رسالة تكون كويسة، وبحبكم جدا جدا جدا. وهدفي في كل فيديو ان انتوا تكونوا راضيين عن اي حاجة انا بعملها. وبتمنى كده ان انا طبعا قناتي تكبر بيكم، وانتوا اللي تكبروا القناة بتاعتي. وبتمنى الدعم اهم حاجة، والاشتراك، والناس فعلا للناس. وطبعا كلنا زي بعض، وكلنا عايزين هدف واحد، هو ان احنا يعني كلنا برضو محتاجين نفتح بيوتنا. وديت بنعتبرها يعني باب رزق ربنا فتحه لنا. يمكن ربنا عايز كده عشان هو شايف لنا الصح، وهو وجهنا للصح. يمكن احنا نستاهل مثلا الحاجة دي، فربنا وجهنا لها يعني. فانا بوريكم برضو هو دي الاشعة بتاعتي، عشان ممكن ما تكونوش مصدقين ان انا تعبانة ورجلي تعباني. فانا عاملة اشعة مقطعية على الركبة اهو زي ما انتوا شايفين. فعشان كده خليت اميرة هي اللي كملت، عشان ممكن حد يقول طب انت بتعملي روتينات بس بنتك اللي بتعملها، ما عشان انا والله تعبت وهي كملت عني. فادعولي يا جماعة ربنا يشفيني ويشفي كل مريض بيتألم، وان ربنا يا رب يزيح عننا المرض اللعين دوت، ويبعدوا عننا. وبجد يعني ربنا يرحم كل الناس اللي ماتت بسببه، ويرحم طبعا امواتنا واموات المسلمين كلهم. يا رب كده هوت ويصبرني طبعا على موت بنتي عصفورة الجنة. لميس مستنيانا طبعا في الجنة بإذن الله. وربنا يخلي لي أختها يا رب، ويبارك في عمرها. هنا بصوا كده، انا يعتبر يعني انا قلت لكم على كل اللي انا عايزه اوصله لكم. ان انا عايزاكم ساعدوني يا جماعه وتوقفوا جنبي، لاني انا حملي تقيل، وبرضه جوزي حمله تقيل برضه، بنات وكده وانتوا طبعا عارفين يعني. بصوا بقى، خش على التقيل بقى بالليل كده بقى. جبنا من عند كانت شهد في دمنهور، جابت لنا من عند شهد الملكه
بصوا تورتات صغننه كده جميله جدا جدا. بصوا بالقشطه كده وبالكريمه كده وبالشوكولاته، حاجه تحفه تحفه تحفه. وتمنها طبعا مش غالي. ربنا يا رب يسعدها، وكل سنه وانتم طيبين ومليون سنه.